مغامرة كثيرا من جانب عناصر منتخب السنغال. كرة طويلة والتغطية دفاعية، كرة صعبة كرة صعبة كرة صعبة والتغطية من هناك من مجاني، صعبة الكرة، يرجع مجيد، راحت كرة صعبة ثنائية هنا بعيدة تماما عن اللاعب ساديو ماني لاعب نادي ساوثهامبتون. السنغال حسنوا كثيرا. السنغال لم يتأهلوا عبثا. السنغال طبعا يريدون استعادة أمجاد السنغال تحت التسعينيات اللي شارك في مونديال 2002 وكان متألق. طبعا المنتخب الجزائري لا ينتظر شيئا من جنوب افريقيا، مطالب اليوم بالفوز بهذه المباراة. تقول هيلا جول 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 الهدف سوي. يا سلام عليك يا رياض، هدف الثالث مع المنتخب. ماذا حدث في دفاع السنغال؟ جول 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 جول. الدقيقة 11 يفعل رياض، خرج كالقط خلف المدافعين. بابا 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 استلمها رياض محرز يقول لفغولي هكذا تسجل الاهداف يا سفيان، هكذا تسجل الاهداف يا سفيان. الاستلام باليسرى وحطها باليمنى يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الجزائري. جول 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 جول، نعم جول. المنتخب الجزائري من رائعة مرة أخرى مرفوعة في القائمة الثاني، التغطية بالرأس. أين أنت يا ريس؟ أين أنت يا ريس؟ سفير الحق عليها يا سفير. ما زالت الكرة السنغالية لحظات حرجة، مرفوعة الكرة بالعقيد من هناك بالرأس. ريس ينقذ الموقف، ريس يلعبها مباشرة لسفيان. راح ياسين ابراهيمي وهلال. يلا ياسين روح، يلا ياسين روح، يلا ياسين روح. 4 لاعبين صرتوا، يوصلها لغلام محرز يرفع أرضية للركنية، أرضية للركنية. الحق عليك نبيل بن طالب يا رياض، كاد يكون الهدف القاتل. هايل يا ريس، هايل يا ريس، هايل إعادة مرة ثانية. كانت صعبة. ثم الانطلاقه في هجمه معاكسه. ياسين ابراهيمي وصلها، شوف رياض لمسه واحده يراقب الكره، لمسه واحده يراقبها. طبعا قلنا لكم بان المباراه ابدا لن تكون سهله. بعيده لا تسديده ساقطه قويه من ادريس جاي، والرئيس وهاب البلحي يستلمها. كم هي صعبه كرات الى غايه اخر رمق، مطالبين بالتركيز. تذكروا ماذا حدث لنا، الكره صعبه. يا نبيل انقذتنا من هدف وكأن سجلت هدفا ثانيا. لم نشاهد ماذا حدث في اللقطة، ولكن نبيل بن طالب عاد بالحرارة وبالقوة وبالقامة وبالذكاء وبالروعة واخرج هذه الكرة للركنية. يا سلام عليك يا نبيل، يا سلام عليك يا نبيل. رافاكولي باباكولي ديوب في تنفيذ هذه الركنية. الفرصة الأخيرة للسنغاليين، الفرصة الأخيرة للسنغاليين. حكم البراسال من جزر. بابا ماذا فعلتم؟ قلنا لكم التركيز ضروري بالراس. بعيدة الكرة، خرجوا، ما زالت الخطورة والتسديدة بعيدة. سلامات. يلا ارميها في السماء يا سواري، ارميها في السماء يا سواري. في الأرض ولكن بين أحضان رئيس وهاب البلحي. في الأرض لكن بين أحضان رئيس وهاب البلحي. دارت فوق الجدار، خلف الجدار الكرة هذه باتجاه رئيس. تلعب من هناك عرضية من فوزي غلام بعيدة ناحية هلال. تغطية دفاعية سنغالية للتماس. مرة تسترجع من سفيان فغولي، يلعبها لياسين، تضرب في الحكم، تروح من هناك على الجهة اليمنى. هاي كرة صعبة يا غلام، هاي كرة صعبة يا غلام. راحت الكرة من ماني، راحت الكرة من ماني. 30 دقيقة ستكون صعبة وشاقة ومتعبة. 30 دقيقة علينا وعليكم متعبة، فما بالكم على اللاعبين. طبعا المنتخب السنغالي قوي، ضغوطات كبيرة جدا كانت على اللاعبين الجزائريين بعد خسارتهم امام غانا في اللحظات الأخيرة. ضغوطات كبيرة جدا لا يعرفونها ولم حين يدخل في مكانه إسحاق. سلامات يا ياسين، سلامات يا ياسين. هاي الاجواء القاريه. ياسين ابراهيمي في اول مشاركه له في نهائيات كاس افريقيا. كره طويله بالراس من هناك من هلال العربي السوداني. تغطيه دفاعيه
وصلت السنغاليه مره ثانيه من هناك على الجهه اليمنى، التغطيه والتوزيعه. معلش الكره راحت ركنيه هنا. التغطيه الدفاعيه من نبيل بن طالب. ابتسامتك هذه تعطينا ثقه يا نبيل، ابتسامتك هذه تعطينا ثقه فوق ارضيه الميدان. تلعب الكره السنغاليه بعيده 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 تماما، خرجت ضربه مرمى. يقول حكم اللقاء بعيده تماما، خرجت ضربه مرمى. يقول حكم اللقاء. مهدي الحسن واسحاق بالفضيلي وهيئان في انفسهما. طبعا كنت اشك بانه يدخل اسحاق بالفضيل في مكان ياسين ابراهيم، يدخل اسحاق في مكان هلال اوكي، اما مهدي الحسن شوف المراقبه. رياض خل غلام، رياض يوزعها جول وبابا جول، وبابا لم تدخل، وبابا جول، وبابا لم تدخل. يا سلام. ألا تستحق هذه الكرة أن تدخل الشباك؟ بابا تدخل قوي وخشن. ألا تستحق هذه الكرة أن تكون هدفا؟ ألا تستحق هذه الكرة أن تدخل الشباك؟ ألا تستحق الجزائر هدف ثاني في هذه الكرة؟ يا سلام يا سلام يا سلام واصطاع. يا سلام. فوزي غلام ساقط على أرضية الميدان. يا سلام. يا لها من كرة ويا لها من لقطة ويا لها من فرصة. أبدا دخول هذه الكرة، نعم أبد. التدخل الخشن. شوف الإعادة، الحارس لم يلمسها، الطايدير بقوة، اللاعب يصدها. ضاعت تمريراتك ساحرة يا رياض، تمريراتك ساحرة يا رياض في اتجاه. يا طايدير، يا طايدير، عملت كل ما يجب. الكرة عنده الكرة صاني بالراس، التغطية من مجاني. هايل يا مجيد، هايل يا مجيد، هايل يا مجيد، هايل يا مجيد. ينقذ الموقف ويخرج الكرة بالراس. ما زالت الكرة دائما سنغالية. تغيير على الجهة اليسرى، على الجهة اليسرى يلحق عليها المدافع سواري، وزعها سواري. والله راني حاب نقول السنغاليين لو يلعبوا يوم كامل ما يسجلوش على الجزائريين، حاب نقولها. اسحاق بالفضيل مع سفيان واسحاق. سفيان يطلبها من هناك، الكرة صعبة، الفرصة جول 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 جول. هدف إليا اسوي جول، هدف جول للمنتخب الجزائري يا نبيل. بوم جول 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 جول. نبيل بن طالب يسجل الجول. هدف اول ثاني للمنتخب الجزائري، هدفك الثاني يا نبيل. يا سلام. جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل. سفيان مرران نبيل استلم على يسار الحارس، يسجل الثاني نبيل. الحرب قتال، خداع، والكرة خداع، والجزائريين خدعوا السنغاليين بهدف ثاني في هذه اللحظات. يا سلام عليك يا سفيان، يا سلام عليك يا نبيل. من رحم المعاناة تعودون. جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل. بعيدة راحت الكرة، خرجت. المهم هنا في هذه المباراة، المهم هنا في هذه المباراة تلعب من هناك على الجهة اليمنى. صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة. أنت الأصعب يا ريس، أنت الأصعب يا ريس، أنت الأفضل يا ريس. بعقلك يا ريس ماذا تفعل؟ بعقلك يا ريس ماذا تفعل؟ الكرة بالفضيل يضغط سنغالية وسفيان يخرجها مباشرة للتماس لصالح المنتخب السنغالي. 6 دقائق و20 ثانية بقات على نهاية المباراة. 6 دقائق و20 ثانية يا نبيل يا بن طالب. هدف ثاني للخضر. صعبة المخالفة لصالح المنتخب السنغالي، صعبة ككل المخالفات لصالح المنتخب السنغالي. مرفوعة في القائمة الثانية. رئيس اخرجها رئيس وسفيان، وكذلك من هذا سفيان. وانطلق، راح اسحاق، راح يرجع رياض. معليش يا رياض، معليش يا رياض، ارجع معليش. الرياض كان يفعلها ويسجل الثالث. الرياض كان يتجار ربعه. شوف الحرب
اليوم في تحديه الجديد. المحاربون اليوم لم يبخلوا علينا بجهدهم وعطائهم، ولم يبخلوا علينا بإصرارهم وعزيمتهم وقوتهم. نعم يا رئيس، أنت رئيس الفريق يا رئيس يا وهاب يا مبولحي. هدفان مقابل 0 للجزائر أمام السنغال. يا له من فوز، يا لها من فرحة تصورها عند أبناء بلدي هنالك في الجزائر وفي كل مكان. هدفان مقابل 0 من رحم المعاناة بعد تلك الخسارة في اللحظات الأخيرة أمام غانا. كم كانت قاسية ومرة، كم كان صعب تجرحها تلك الخسارة في المباراة. غانا تأهلت والجزائر أيضا تأهلت إلى الدور الربع النهائي. تأهلنا. المخالفة تنفذ والدفاع. قضي الأمر وانتهى كل شيء. مبروك للجزائريين، مبروك للجزائريين على هذا الفوز والتأهل للدور الربع النهائي بجدارة واستحقاق. في الربع النهائي سيكون كلام آخر، صدقوني، بأن الجزائر ستذهب بعيدا بإذن الله. شكرا لكم وألقاكم بألف خير بإذن الله. الأخضر بعد لحظات سيكون لديكم.